بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. خوتي خواتاتي، إن شاء الله تكون الأحوال طيبة ولا أحسن ما يرام. ويلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية يا رب. فيديو جديد ووصفة جديدة كما العادة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم حلوة 10 دقائق ولا الحلوة دوازتي، تجي ولا أروع للكوتي أو الفطور ولا حتى الوليدات ياخدوها معهم المدرسة. تجي زوينة بزاف بزاف، بنينة، وأهم حاجة اقتصادية بداكشي اللي عندك في الدار، وغير بيضة وحدة وتجي ولا أروع، وتتوجد في واحد الوقت اللي قصير بزاف. ما نطولش عليكم في المقدمة، ندوزو لطريقة التحضير على بركة الله. بسم الله. نبداو بالمكونات. عاد ندوزو لطريقة التحضير. عندي حبة واحدة من البيض، ملعقة صغيرة من العسل العادية اللي يمكنكم تعوضوها بالعسل الحرة على حسب المتوفر عندكم في البيت. عندي كيس من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام، وكيس بنكهة الفاني من فئة 7.5 غرام. عندي هنا ملعقة صغيرة من النفع، أو يمكن لكم تعوضوه بحبة حلاوة، لكم الاختيار. عندي حامضة اللي ناخد غير المبشور ديالها، وكأس إلا ربع من الزيت، وكأس إلا ربع من السكر. في هاد الأثناء غناخد واحد الإناء اللي وضعت فيه رشة ملح لتصحيح الذوق فقط. غنوضع عليه حبة واحدة من البيض كيف ما قلت لكم. الحجم ديالها يكون متوسط، ماشي كبير وماشي صغير، ويمكن لكم تضاعفوا الكمية. هنا غنضيف كأس إلا ربع من السكر كيف ما شفتوا معايا، وغنضيف عليها كاس إلا ربع من الزيت، وغنضيف كيس من الفاني من فئة 7.5 غرام، اللي يمكن لكم تعوضوا النكهة ديال الفاني بالنكهة ديال القرفة، تعوضوها غير براس معلقة صغيرة ديال القرفة. وغنضيف معلقة صغيرة ديال العسل العادية اللي يمكن لكم تعوضوها بالعسل الحرة. كيف ما عارفين المذاق ديال العسل تيتواتر مع النكهه ديال القرفه. انا بحكم الاسره ديالي تتفضل النكهه ديال الفاني، داكشي علاش درت الفاني. وحتى بالقرفه تيجي لها واحد الطعم زوين بزاف. من بعد ما خلطت المكونات ديالي مزيان غير بالطراب اليدوي كيف ما شفتوا معايا، غنضيف معلقه صغيره ديال النافع اولا ديال حبه حلاوه، نتوما لكم الاختيار. وغنضيف مبشور حامضه اللي يمكن لكم حتى هو تعوضوه بمبشور برتقاله. في هاد الاثناء من بعد ما طربت المكونات ديالي مزيان وسجمولي، غنبدا باش نضيف النواشف. كيف ما شفتوا معايا هنا غنضيف 2 معالق كبار من النشا. الدور ديال النشا هو انه تيعطينا واحد القرمشه زوينه للحلوى ديالنا، واخا تبقى معنا واحد الوقت طويل، تبقى حتى لشهر حتى لشهرين، تتبقى مقرمشه وتتبقى رطبه، تجي ولا اروع. ومن بعد غنضيف كيس من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام كيف ما شفتوا معايا، اللي غنغربلو ضروري. ومباشرة غنبدا نضيف الدقيق. بالنسبة للدقيق اخوتي، حتى تجمع لنا العجينه ديالنا، يعني ما كاينش شي عبار، حيت كاين الدقيق اللي تيتشرب والدقيق لا، يعني حتى تبان لنا العجينه ديالنا بدات تتماسك، واللي تكون العجينه اللي تكون رطبه. هنا من بعد ما ضفت الكميه الاولى ديال الدقيق، كنت غنضيف الكميه الثانيه. كيف ما شفتوا معايا نضيفوا الدقيق غير بشويه بشويه، وما نعجنوش العجينه ديالنا، غير نجمعوها غير بالاصابع كيف ما هو واضح في الفيديو. وهنا تيكون هذا هو القوام ديال العجينه كيف ما شفتوا معايا. تيجي رطب. كيف ما قلت لكم العبار ديال الدقيق ما عطيتلكمش بالضبط، حيت كل واحد كيفاش يعمل البيضه واش الحجم ديالها تيختلف، داكشي علاش يعني حتى تماسك لنا العجينه ديالنا وتجي على هذا الشكل، يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه، وانما تكون رطبه. هنا في هاد مباشره، يعني ما نخليوها لا تختمر لا ترتاح لا حتى شي حاجه. مباشره غناخد واحد الصينيه اللي غندخلوها الفرن، اللي فرشت لها ورق الطبخ، اللي ما عندوش ورق الطبخ يدهن الصينيه ديال الفرن ديالو غير بالزيت باش ما تلتصقش الحلوى ديالنا. وغنبدا نشكل الحلوى كيف ما شفتوا معايا على شكل غريبه بهذا الشكل. تناخذ واحد الكميه. بالنسبه للعبار، يعني العبار عينكم ميزانكم، انا درت الحجم اللي متوسط، اللي كاين الحجم الصغير والحجم المتوسط والحجم الكبير. انا درت الحجم المتوسط، واللي عنده الميزان يعبر كل وحده، يعبر كل كمية، كل حلوة شحال يعمل فيها، واش 25 غرام ولا. لكم الاختيار اللي عنده الميزان، وانما انا تنفضل انني ندير عيني ميزاني هكا احسن. هنا كيف ما شفتوا معايا تنشكل الحلوى ديالي بطريقه اللي ساهله، دغيا دغيا تتوجد. غنبقى حتى نكمل الكميه كامله، تبارك الله تتعطي واحد الكميه اللي وفيره وتتجي بنينه بزاف بزاف الصراحه. جربوها غتوليو
مدمنين عليها. هنا من بعد مباشرة غندوز باش ندهن الحلوى ديالي وغندخلها الفران مباشرة، يعني تتوجد في واحد الوقت والله الا 10 دقائق بالحساب. كما شفتوا معايا هنا خديت واحد زلافه اللي وضعت فيها صفار بيضه وضفت عليها معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان والخل باش نحيدو هذوك السفوريه ديال البيض. بالنسبه للقهوه سريعه الذوبان اخوتي ذوبوها مع واحد المعلقه كبيره ديال الماء، عاد ديروها مع البيض باش تذوب، حيت ما تتبغيش تذوب لنا القهوه سريعه الذوبان، ما تتبغيش تذوب مع البيض كيف ما شفتوا معايا، يعني ما ذابتش مزيان كيف ما شفتوا معايا انا. لهذا ديروا شويه ديال الماء عاد خلطوها وعاد ديروها مع البيض. نتمنى تكونوا فهمتوني. هنا من بعد ما دهنت الحلوى ديالي كامله كيف ما شفتوا معايا، هي تجي تتشبه الحلوى ديال الكاليط كيف ما شفتوا. من بعد غنبدا باش نشرط، غناخذ واحد السكين اللي يكون حاد، يعني يكون شويه ماضي، وتنبدا نشكل خطوط على هذا الشكل هذا. كيف ما يمكن لكم ديروا خطوط بهذا الشكل ولا ديروا خطوط على شكل مربعات على هذا الشكل تماما. في هذا الاثناء غندوز باش المرحله التزيين، غناخذ القليل من السمسم ونرشو على الوجه ديالها. في هذا الاثناء اخوتي الفران تيكون عندي مسخن من قبل مزيان على درجه 200 درجه من الاعلى والاسفل، وغندخلوها للفرن على فاش غندخلوها غنطفيوها من الفوق وخليوها طيب حتى طيب من التحت، ونقصوا لها في درجه الحراره غير 180 درجه طيب على خطره حتى طيب من التحت، عاد نطلعوها الفوق. وهذا تيكون هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي حضرت معكم. صراحه تجي بنينه بزاف بزاف، واهم حاجه بلا كثره التماره بلا كثره المقادير، يعني سهله بزاف بزاف. داكشي اللي عندك في الدار وتتوجد في اقل من 10 دقائق. صراحه تجي ولا اروع، زوينه بزاف بزاف. نتمنى تجربوها ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. تحضروها لوليداتكم ديوها معهم المدرسه اولا الفطور اولا الكوتي، تجي زوينه بزاف. نتمنى تجربوها وترجعوا عندي في الكومنتات وتقولوا لي رحنا جربناها وعجبتنا. وشكرا بزاف على الحب ديالكم وعلى التقدير ديالكم. كيف ما شفتوا معايا تجي محمره زوينه بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش انهم يزينوها بالسمسم يمكن لكم تستغناو عليه، تجي زوينه بزاف. تنحمروها كيف ما قلت لكم من الفوق، تجي ولا اروع. هنا غنقسم معكم وحده كيفاش تجي من الداخل، تجي زوينه مقرمشه ورطبه وفتيه وتتبقى معنا واحد الوقت اللي طويل. وكيف ما قلت لكم اخوتي يمكن لكم تضاعفوا الكميه، هي تبارك الله تتعطينا يعني واحد العدد من الحلوى لا بأس به، تيجي يعني تقريبا 21 حبة. ويمكن لكم تضاعفوا الكمية ديال الحلوى ديالكم، وعلى حسب واش الحجم ديال الحلوى ديالكم واش كبيرة ولا صغيرة، لكم الاختيار. كيف ما شفتوا معايا هنا تنقسم معكم الحلوى، تجي ولا اروع فتيه وزوينه بزاف. هنا توصل الفيديو ديالي للنهايه. تنشكركم بزاف بزاف على الحب ديالكم والتقدير ديالكم. وفي الأخير أشهد الله أني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسونيش من لايك والتعليق الزوينة ديالكم. إلى اللقاء.